في الشميز بتاعي. فالفيديو ده هيكون اخر فيديو لينا على اليوتيوب. داخله في 100,000 دلوقتي. قربنا على 100. شد حيلكم بقى، اللي هنا يروحوا انا وانت بنلبسه مع بعضينا. رايكم يا جماعه في اللون الاخضر الحلو ده؟ مخدرين النهارده. هو الكرهات بينفع ولادي وبناتي. ازيكم يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ وحشتونا والله العظيم، وحشنا ظهورنا على اليوتيوب، على اليوتيوب اللي موجود على الفيسبوك. بس بص باختصار مبدئيا كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا ممكن نقول لكم ان الفيديو ده هيكون اخر فيديو لينا على اليوتيوب، ومش هتشوفونا تاني على السوشيال ميديا. دي اسهل حاجه احنا ممكن نقولها على فكره. وفي نفس الوقت ممكن نقول لكم لا، احنا هنرجع. طيب احنا امبارح كنا بنتكلم انا وايه تحديدا. احنا اتكلمنا اتكلمنا. طيب في نوعيه فيديوهات معينه بسبب الحل والصداع لكل الناس، وبسبب المعاناه اللي كل الناس بتعانيها، يعني مش هينفع بشكل او ما او معين او شكل ما نعملها تاني او نكررها. وهي التحديات اللي فيها بقى كميات بهرجه. برضو بصراحه احنا السنه دي كلها كنا بنراجع نفسنا في حاجات كتير ومحتوى كتير احنا كنا بنعمله، وسالنا نفسنا وقعدنا نفكر ايه الجرف ده؟ من الاخر قولي. هنظهر باي حاجه بالظبط. اي حاجه تتوقعوها تلاقونا نطين فيها. ريفيو حاجه جبناها هتلاقونا طالعين نقول عايزين ندردش معاكم زي ما احنا حاجه رغي كده، جبنا حاجه عجبتنا نرغي معاكم. يومياتنا هنرغي معاكم، مذاكرتنا، خناقاتنا، الكتشير، عاداتنا في البيت عشان تفيد اي حد مقبل على الارتباط. نقول له ايه سلبيات الجواز، وايه مميزاته، وايه حلوياته، وايه بابا غنوج، وايه شطته وبهاراته. احنا هنطلع نقول لكم تتعاملوا ازاي. احنا يعني عادي، احنا بنقول تجربتنا، احنا بنقول بنعمل ايه، مش ده اللي انتوا تمشوا عليه. من خلال تجربتنا احنا، انتوا تاخدوا منها الكويس بس زي يعني عشان ممكن حد يجي يقول لي ام العريف وابو العريف خالص. من الاخر انتوا خدوا من نحله عسلها وسيبوا قرصتها. تمام، يعني خدوا اللي فيه اللي يتناسب مع ظروفكم انتوا، بحيث يسهل عليكم حياتكم. انتوا انا دلوقتي يعني انا شخص بحب ايه، اعمل حاجات واجربها واعمل، حتى لو حته مش عارف ايه بحب اصورها. انا بحب يعني حتى فكره السوشيال ميديا دي كانت من الاول، كانت فكرتي. فانا حتى تلاقوني اكتف قوي على الفيسبوك. يعني انا دلوقتي صفحتي على الفيسبوك داخله في 100,000 دلوقتي. قربنا على 100. شد حيلكم بقى، اللي هنا يروحوا ال 100,000 عندها. فانا هتلاقوني ايه مع نفسي كده، اللي هو إيه، اسماعيل مش معايا خالص على فكره في الصفحه. فانا بصوا مع نفسي بعمل ريفيوهات. بعمل ريفيوهات وبعمل حاجات حلوه وبصرف برضه. قصدك ايه؟ الفكره من هنا بقى بصراحه، عشان اكون صريح معاكم، جت الفكره. ايه الفكره؟ ان آية كانت بتعمل الحاجه اللي هي مستمتعه بيها. انا بحب الحاجه دي بالظبط، ومش بتخطط ليها. خلاص هي بتعمل اكله احنا لينا، احنا هنستمتع بيها وناكلها، بتصورها فعجبتكم، فالموضوع مش جدا. فهي دي الفكره. من هنا انا قلت لها امبارح كنا بنتكلم احنا ليه ما نستمتعش. انت بسبب الحاجه اللي انت بتعمليها وانت مبسوطه منها على صفحتك، الدنيا مش كويس ما شاء الله. يعني بعمل حاجه بنفسي. يعني انا بعمل الحاجه بنفسي، مش علشان حد، مش عشان حد، لا مش عشان حد بيقول لي اعمل صوري كذا فاعمل. لا على فكره انا كده. انا لو حد قال لي اعملي كذا مش هعملها. ده حقيقي. او مش هعملها زي ما انا بعملها لوحدي. يعني ممكن اعملها بس مش زي ما انا اللي اقوم واعملها بنفسي. ببقى رسمه لها. انا ما بحبش حد يرسم لي اعملي كذا اعملي كذا اعملي كذا. لا سيبوني انا براحتي. انا بدماغي الصفحه ما شاء الله داخله في 100,000. تمام، من غير مجهود، من غير اي حاجه خالص. يعني عامله بتلقائيه اصلا. مش يعني محتاجه تخطيط، مش محتاجه منظره ولا بتجري. وعلى فكره انا ما بظهرش اصلا على الصفحه. يعني انا كآية، انا فيديوهاتي والريلز بتاعتي انا ما بظهرش على الصفحه. انا فيديوهاتي دقيقه. انتوا عارفين الريل اصلا ما بتكملش دقيقه. انا بايدي اللي طالعه ايه الاكل، تحديات الاكل. فهي حاجه ايه، تحسي انت وقعت في بير ومش عارف تملط منه فاحنا ملصنا منه ازاي؟ ان احنا بقالنا السنه تقريبا مش موقفين، واحنا مفيش اعتماد اساسي للدخل اصلا بالقناه. احنا على فكره عادي عشان حياتنا في الناحيه التانية، مش اللي هو الناس اللي شغالين ومفحوطين في شغلنا وتقريبا بنقعد وقت قليل مع بعض بس ومستمتعين. طب احنا لما كده مش معتمدين هنا على الاساس، يبقى خلاص نطلع نحكي من الناس. الفيديو جاب 10 مشاهدات، ما جابش خالص، جاب مليون مشاهده، يعني ان شاء الله يجيب ان شاء الله يجيب ماشي. فجاه وصلنا من 57,000 ل 58,000 ل 300,000 ولا نص مليون. ربنا كرم والموضوع مشي وحلو جدا، وجي دخل منه برضو، مش هننكر ده لان دي الحقيقه.
ان اي حد موجود على السوشيال ميديا في الاساس عنده برضو بنسبه كبيره، مش هنطلع نقول لا احنا مش، لا هو برضو ساعدونا او مش ساعدونا زي لا. وكمان ما هو زي اي حد يعني، لو انت في شغل هل تكره يجي لك شغل تاني ويبقى ليك دخل تاني؟ لا طبعا. زي زيادة الخير خيرين. فاهمين؟ فاهمه. بس معلش عشان بس يبقى لك كتير غريبين الكلام بيتلخبط. حد بيحب حاجه فلما بتمنعه منها او مش بتمنعه، بيوقف عنها شويه، تحس ان بيهرش كده اللي هو ايه، في حاجه غلط. صح. في حاجه غلط، اللي هو ايه، ازاي انا الحاجه الحلوه دي عدت كده من غير ما اصورها؟ فاهمين؟ فلا يعني احنا راجعين عشان احنا بنحب الحاجه دي، بنحب نصور، بنحب ان كده. وفي نفس الوقت تعبنا وسهرنا كتير واشتغلنا كتير على القناه دي، ووقت كتير جدا ضاع في تعب وشغل واجتهاد على القناه لحد ما وصلنا اللي احنا فيه. دي الحاجه اللي احنا كنا عايزين نقولها لكم النهارده، وان شاء الله هنحاول ان كل يومين يكون في فيديو، فان شاء الله يكون 3 فيديوهات في الاسبوع. اظن كده كويس جدا مع ضغط شغلنا كمان. بس رايك في الشميز بتاعي؟ تشجيعكم لينا ده بتاع انا داخل البس سويت شيرت ليه عشان اصور بيه الايد، لا شكله عجبني فبصراحه وطلع مقاسي، يعني شيء غريب جدا عشان ده اوفر سايز عليا. فقولوا رايكم، اكتبوا لي في الكومنتات رايكم عشان لما تلاقوني في فيديو لابسه مش تقولوا ده ايه ده. لا هتلاقوا لابسين لبس بعض احنا الاثنين. لا هو لبس الكراهات ده بيطلع يعني عادي بيمشي الاثنين. طيب لكم اللي كان داير جوانا يعني، وطالعين نتكلم معاكم بصوت عالي ونقول لكم احنا كنا فين واحنا فين اصلا في حته تانية مثلا، يعني في ناحيه تانية احنا واصلين لفين. فلا همتكم يعني معانا بقى. همتكم معانا. اشتراك في القناه اللي مش مشترك، لايك لو الفيديو عجبكم، كومنت جميل نسلم بيه على بعض ونرجع بيه ايه، ونرجع الروح العوده مع بعض. ان شاء الله. نشوفكم بألف خير ان شاء الله الفيديو الجاي. والفيديو الجاي يكون توتي معانا بقى، توتي في المدرسه. توتي في المدرسه. نشوفكم بخير ان شاء الله، ودمتم بسلام وسعاده وراحه. باي.